السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كامل لاباس وعلى خير. اليوم راح نتطرقوا إلى مشكلة من مشاكل البشرة، وهي التصبغات ولا مشاكل الندبات والجروح اللي قادر تحدث في البشرة تاعنا. هي من الأمور اللي تؤرق النساء والفتيات. من أهم الطرق للتخلص من هذه المشاكل هي استخدام لبان الذكر، حيث يحتوي لبان الذكر على الكولاجين الطبيعي الذي يساهم في تجديد خلايا البشرة وتفتيح لونها. من فوائد لبان الذكر تقشير خلايا الجلد الميت وتجديدها. عندنا يساعد على تبييض وتفتيح البشرة، يساهم في تبييض المناطق الحساسة. عندنا كانت فائدة يعالج الإسودات حول الفم والعينين ويوحد لون البشرة. وعندنا فائدة كذلك أن لبان الذكر يعالج الندبات والجروح اللي ممكن تحدث في البشرة. زي ما تشوفوا هذا هو شكل لبان الذكر. هذه الوصفة من وصفات كبيرة، نتمنى تجربوها. عندي ملعقة لبان ذكر. نحتاج في الوصفة تاعي عندي ماء الورد. حتى هو عنده فوائد كثيرة. وهنا عندي باطة تاع صابون دوف ولا أي صابون تحتاجوه اللي يوالم البشرة تاعكم. زي ما تشوفوا أنا حكمت هذيك الملعقة تاع اللبان وحطيتها في نص كاس تاع ماء ورد، خليتها بيتها ليلة كاملة. نعاود لكم هذيك الملعقة تاع اللبان حطيتها في نص كاس تاع ماء ورد. شوفوا كيفاش تغير اللون تاعو، اصبح زي الحليب، تغير اللون تاعو. حتى الرائحة جات ما شاء الله، لأن فيها ماء الورد. الوصفة هذه نتمنى تجربوها، لأني جربتها ولقيت عليها نتيجة مرضية. هنا عندي صابونة دوف نحاول نبرشها. نحتاج غير فقط ضع صابونة فقط. حاولوا برشوها بالبشرة هذيك الرقيقة باش يسهلنا الصابون تاعنا باش يذوب في الفيسان. وصفة هايلة، مليحة للتجاعيد، مليحة للندبات تاع الوجه. عندنا التصبغات، هذه الوصفة هذه مليحة بالبزاف. نتمنى فقط تجربوها، خاصة مع هذاك اللبان هذاك وماء الورد. يغلق لنا المسامات تاع الوجه اللي يعاني من المسامات تاع الوجه تكون شوية مفتوحة، يغلقها لنا وينظف البشرة تاعنا. اللبان يعتبر من أفضل الوصفات اللي يستخدموها باش من الزمن، من قديم الزمن ما يستخدموا اللبان خاصة للتجاعيد. نحاول نبرش هذاك الصابون مليح، ومن بعد نحاول نذوبو على حمام مائي مع هذاك الخليط، هذاك الماء ورد مع اللبان. نحاول نجيب ماء مغلي باش نذوب عليه هذاك الصابون تاع دوف. الكمية هذه تاع ربع صابونة تاع دوف هذه هذه الوصفة هذه تحكمكم حتى 15 يوم، أسبوعين. نحاول نصفي هذاك الخليط هذاك تاع ماء الورد واللبان ونحرك. أنا نحوس على هذا نحوس على صابون يكون كريمي. نحاول نخلطو مليح باش يذوب لي هذاك الصابون. يجينا وكأنه صابون سائل، ماهوش سائل خلاص، بصح يجي كريمي.
مثلا إذا درت هذه العملية هذه، ذوبت الصابون، إذا ذوبته في الليل نخليه ليلة كاملة حتى الغدوة باش نخدم به. وإذا درته مثلا الصباح نخليه حتى المساء حتى يذوب مليح هذاك الصابون ويتجانس مع هذاك الماء الورد واللبان. شوفوا كيفاش بعد مرور يعني ليلة كاملة، شوف كيفاش تغير ولا الشكل تاعو كريمي، يعني حتى الرائحة تاعو ما شاء الله، رائحة اللبان مع الماء الورد والصابون تاع دوف جات ما شاء الله ريحتها. يعني تحتفظوا فيه في علبة محكمة الإغلاق، ويعني قبل الاستحمام يعني ديروا على وجهكم الجسم تاعكم كامل، تخليوه حتى 5 دقائق إلى 10 دقائق، ومن بعد تغسلوا بالليفة، ومن بعد تغسلوا بالماء عادي. يعني ما شاء الله الوجه، المناطق الحساسة تحت الإبطان للذراعين، يعني ما شاء الله. عندنا هذاك الماء الورد واللبان، يعني تحطوه في بخاخة، هذاك الباقي ما نطيشوش، حطوه في بخاخة يعني وديروا به لوجهكم، تبخبخوا به وجهكم. تزيلوا به الماكياج ولا يعني قبل النوم، يعني تحطوا على وجهكم وترقدوا به عادي، تحسوا بالبشرة تاعكم جديدة ما شاء الله. وحتى المسامات يعني مع تكرر العملية تحسوها باللي بدات تقلص هذيك المسامات هذيك وتصغر، وينظف الوجه يعني ما شاء الله. نتمنى تعجبكم هذه الوصفة تاعنا اليوم وتنال إعجابكم وتجربوها، لأنها بالفعل يعني وصفة ولا أروع. فقط إن شاء الله تجربوها وتقولوا لي آراءكم. يعني اللبان يعني عنده فائدة كبيرة، يعني لازم نستغلوا هذا الأشياء هذه رخيصة، يعني حتى الثمن تاعو ماهوش غالي بزاف، يعني رخيص ماهوش غالي، نستفادوا به. يعني حتى الكريمات اللي تلقاهم غاليين بزاف مخدومين باللبان، يعني هذا اللبان يعني رخيص، يعني الثمن تاعو رخيص بزاف، تقدروا تستخدموا به هذا الصابون. ولا ان شاء الله في الفيديوهات القادمة بإذن الله نقدم لكم كريمة تاع اللبان ان شاء الله. المهم ندير بقى في اخر الفيديو، نقول لكم بقاو على خير والى فيديو اخر ان شاء الله.